وخني بيش بأراثا مثواثا يوذلا قورواث سواثا ناقوشي كد ما دكاثي للدياقة آني ناقوشي كم صلي أرى وكم زمري زقاق ماثا. أنا أمير بولس إبراهيم نزيت برطلي هوية برطلي شاتت ألبا تشامي وربوشتي مقاوة وأمة برطلاي أصلاي. وأنا شاتت الشتم عمري يوري مدرسة ابتدائية برطلي وبشلي بقاوة هالدخلص لي صف دشتا ومكمل لي ثانوية الحمدانية بوقتها دي برطلي هالدخلص لي من نايزل إعدادية زراعة موصل باثر إعدادية مكمل لي معهد زراعي فني من نمرود ومن ديقة بديلة موهبة الشعر جيبي فقمني كثون خواطر زوري ومش من ولين خورواثي وثوالي خورواثة مهتمين بهذا مندي فحصل لي تشجيع وديلي بكثاوة الشعر بكل معنى الكلمة الكمرخ وبشلي هل بكثاوة الشعر هل 2005 هل بديلي انه كذنا اني دك كثوي ماحوري وكثاوي وخاصة ماثد بغدادي دي لبلي منين ديخ كثوي شعر ديخ قاري شعر بشلي بكثاوة هل بديلي اول ما كثولي مجموعة قصصية شمه اصابع الليل بلشانة عرباية وبعدين بديلي بكثاوة مجاميع شعرية مش حياة ذكرية وخنا بخنا دبديلي بكثاوة رواية قصيرة كثولي 3 روايات غذاكم كثونا عن مدح صلي بشعبا بوقت التهجير شمه معزوفات لظن الراء بلشانة عرباية بعدين كثولي نرد عاقر وكثولي بعدين ينعى جسده وبعدين آخر شيء ثلالي مجموعة قصصية كثقوب في جدار طيني وآخر شيء صديرة قامي فترة بايشات تريال بيو 33 مجموعة شعرية قارئة المطر. هذا من ديدك خايص أمير بولس كسيرة شخصية وأدبية. لشاني أرى وخليوثة لشاني نشواثي حكياثة لشاني شرشي يصير بأرض ماثة لشاني بيسقطت يوم صلوثة إيتاثة وبمخشكة قالت زاغة مدرشياثة بلبواثة زمرياثة دي جوانقي وروياثة ننويت أماثة ديال زوري طيب درقشياثة لشاني شمشة ألمة كثيوة بقاوي كثاوي ومشحياثة. شعر وكثاود حكياثة وروايات بديلي جيبي أنا تقريبا متوسطة زوري أخوة خام خالواتي ثوالي مكتبة ببيتي كزان يعني خاصة أنا جيلنا مكتبة قارنوة شعر وقصص وروايات ضاع وقت يعني بالسبعينات أو بداية الثمانينات نجيب محفوظ
إحسان عبد القدوس وشارلز ديكنس، فيكتور هيغو، وبعض أشعار النزار القباني ومحمود درويش. من ضاو يوم حصل لي إنه من ديك اللي جاذب لي إنه تكثون، فبعدين كثونا من ديانة زوري وديرن يعني لق مقتنعين بقوه إنه يعني ما ينا كثون أنا لكن مواطن بيش مخاني وتايب بعدين مستقبل بايشمي ثواني نوع من الاندفاع إنه ديرن كمان لا أنا لازم كذو خمندي ولازم تبلطن يعني دي لنا هذا الشعر ديخ كثويلة قصة ديخ كثويلة رواية لازم ديالبن من ديوماثا. طبعا بإعدادية هم بقراية يعني بإعدادية ودروس أدب والنصوص قال أخذ شعراء جاهلية وما شعراء جاهلية وبش لي هذا مني هالدرويلي بمعهد بديلي درديميري بقميثة كثون خواطر واني خواطر قاري ولين أصدقائي خورواثي ديو مني كم شجعي والي قسم منين مباثر من إعدادية يعني ثيالة عسكرية. طبعا عسكرية مثل جرايد وقت التوجيه السياسي كم ريوالي كم وازعوا جرايد جنود. أنا خام الناس إنه محتفظين وباني جرايد وخاصة كنت تبعنوا الصفحات الثقافية والأدبية باني جرايد فقارنوهم مستمر بقراية بشلي. هل بعدين تقريبا باثر عسكرية بديلي يعني كثونا من دياني ومحتفظين بقوهين. هال 2005 دي ميري بظهير انترنت قمني متوصلا من الأدباء وكتاب سواء يعني بعراق أو خارج العراق براي عن طريق منتديات ثقافية وأدبية وبدالي نشرا بدالي بالشعر انشاري شعر. بعدين صار لي فكرة انه تكثونا قصص وديري ميري كثولي مجموعة قصصية. طبعا أنا كموجه تحية دا أستاذي هيثم بينام بردة ديو أون مولباني بهذا مجال يعني بقصص ورواية وبشعر ثوانا نمبرت ليوسف قبو وكذلك يعني أستاذ ألم حاسيلي زهير بردة وأستاذ شاكر سيف ولم حاسيلي دكتور بينا عطلة وأستاذ نمرود قاشة وعبد الله يلي يعني ما شاء الله حيلي شماني لك ذكري دكاثب باليدا أنا كلين كيو مني وكم سعديلي وكم عينيلي ومعتذر إنه لم ذكر يعني خلني شماني. بيجي بعض التواصل منين حضور مهرجانات وأمسيات. هل دي ثيالة فترة التهجير إنه ميري لازم دورنا خمندي خاص بقاوي فميري دستاذ بهن هيثم بهنام بردة إنه دورنا توقيع دا مجموعة قصصية دي أصابع الليل وبش لي هذا مندي حقيقة وكم وقعني ومستمر بتوقيع كتب ولحد الآن أنا كثمن آخر شي دي ميري أنه كثولي مجموعة شعرية دي لقارئات المطر. كثاوة دم كثونين ودبشن طبيعي ودم كموزعين ومنتشرين. قلت أول من دي ميري مجموعة قصصية صابع الليل هاي المجموعة يعني قصص لا ثوتا بلشانة عرباية تقريبا 14 قصة متناولي يعني خايد شاخي نخني بمناطقا وبعض القسم منين معتمدي على الخيال. هذه ب 2014 كنت طبعنا مطبعة الديار بالموصل. كثاود تري ديو مشحياثة كريه شمد نبشت ركامي لأجلي بلشانة عرباية. هذه ب 2015 صديرة بوقت التهجير دي خب قاويه بعنكاو بربيل. وأنا مشحياثة زول الشعر بمختلف الإرهاصات والأحاسيس ما يرقين تشاعر. مجموعة ثالثة الصمت يصلي وحيدا أي مجموعة شعرية يعني مشحياثة يريخيو وكلن نتاج يعني فترة التهجير يعني دسالة لشمة انه هذا المطلق للاستاذ هيثم بردة ادب النزوح. وقت التهجير انه في الليل تخملت انه تكثون خمندي عن تهجير في الليل تخملت انه
طلانيثي بيشة مثلا بماثة إلى برطلي، وهذه طلانيث إنه بجيلة برطلي تخزن ما إلى حاصل بقاه ما حصل لي إيه تاثم ما منين يثم بعض دكواثة يعني أتن مندي رابة جيبة نخنيكا برطلاي. فبدالي بكثاوة رواية بلشان عرباية شمه معزوفات لظلني الرأى، وكثولي انه ديخ هذه طلانيثك بيشة طامة وانا شوقنا الطامة، فحاصل التواصل بيني وبينه. وبعدين انه هاي طلانيثة كثوة ما حاصل ما ثبرت لي بيتاثة وما خازي وما لا خازي. هل نهاية الموضوع انه ديك مطاشي كزالي بغيبوبة هاي طلانيثة نتيجة انه مقذن بيثة ديو عايش بقاوي. هذه ب 2017 صديرة دار نون للطباعة والنشر أيضا موصل. باثر ديخ بديلي بكثاوة رواية خرطة اللي هي ديلا نردع عاقر. هذه رواية هم رواية يبقى واقع أليم إنه هجرة الأدباء أو الإعلاميين إلى خارج العراق وأحداث يعني مدى حاصل بهذه رواية كولي كايب طيارة عن طريق إنه تهريب تتي شخصيات اللي ضمن إعلامية له وخلنا شابلة في مقتبل حياته الأدبية أو الثقافية. وحصل أحداث إنه مكتشفي باي طيارة إنه يثن من دي تهريب يعني أعضاء بشرية تحفيات آثار ومن هذا القبيل منتهي أحداث الرواية بحدث معين في المطار. هذه رواية صديرة عن درماشكي للطباعة والنشر ب 2018 موصل عفوا 2019. باثر ديخ صدير هم مجموعة قصصية غدالي كثقوب في جدار طيني هم دار ماشكي، مجموعة قصص مجموعة قصصية سنة 2020. ونهاية 2020 بديلي بكثاوة رواية أخذتها شمها ينعى جسدي وينهم عن كاتب متحاول متقمص جنون حتى تعيش حياة يعني خايد ديواني تخازي ما ديك عيشي ما كوذي فلسفتن بحياة ميلة وان ديواني، لكن مكتشف انه اني ديوانة فلسفة حياتية منطقية ولتن اي اثر يعني ديونوثة بعقل، لكن اني كمان مختلقي احداث انه اني ديواننا حتى مستمري بحياة بطريق او اخر. هذه صديرة بنهاية 2021 هم عن دار ماشكي للطباعة والنشر. ونشيل الذكر انه هم في مجموعة شعرية شما سرابك جسدا هم عن دار نون للطباعة والنشر هم مشحية ذكرية. واخر من دي صديري قارئة المطر دا بتريال بي 33 عن دار المرايا ببغداد وهم مشحياثة يريخي. اكساوة بلشانة عرباية أو بلشانة نخني تكم رخلي السورث أو السرياني لثخة فرق، لكن عينك بيش الفكرة فكرة القصيدة أو فكرة دمشحت الأملاخ هل أنه مناسبته ميلة يعني نقلاثة كاثي أنه تكثوخ مهرجان سرياني، فلازم نخني تخزخ فكرة اتلا كطيخة مثلا خاين بدشت الننوي أو خاين مثواثا أو ما ديثيلي بريشن من دياني، فكثوخ بلشان سورث أو سرياني ونقلاثة لأنه فكرة معتمدة أنه توي بلشانة عرباية فكثوخ بلشانة عرباية. أنا قلت لي يعني خاي إشكالية أنه عرباية أو سرياني، لكن كل من ديت لدكثة
كل من ديت له وقته، وكل من ديت له موضوع جديد طرحت له ده مجتمع جديد عيش تبقاوي. بالنسبة للأجناس الأدبية دي كمريا بعربي، إنه شعر، قصة، رواية، طبعا ليثن شيء يعني من دي كاسرين بغدادي كو دخلت لي خصائص جديدة وصفات جديدة، مميزات جديدة، وتلاقي أسلوب الكتابة جديدة أو خطوات الكتابة جديدة. أما أنه أنا خزن روحي بشعر أو بقصة أو برواية، أنا كبيشة من الفكرة، أنه فكرة كثية ببالي، تخملتها كثية ببالي، ها أنه بيشة مشحتة، بيشة حكيثة، بيشة رواية، هذه أنا متحكم من بقاها. أنا حدث جديدة إنه يبت بايش مشحتة بشوق مشحتة، بايش حكيثة أو قصة بيشة قصة، أما يبي مطورني دورني رواية بدورني رواية. فاين بيشة التخملتها دكاثية أو حدث دكاثي باي تخمل شو لي. طبعا لي مساحة الوقت، يعني من شيث وقدا لشيث وقدا باثر ديخ أنا يعني من دي داثيري إنه داثي ببالي تكثوني راسا كثوني كتاون لا شرط بشولة أو بغير شولة، لابد إنه تخزني دندك زرتم وقت إنه تكثونا راس نقطة أو رؤوس نقاط، حتى بعدين تديرنا لين مدلاون مشغول من دي كان مشولة، أو كان مثلا تقاضي خاك مشولان البيثة، أو كخمن دياني المجتمع، يعني علاقات اجتماعية مع علاقات اجتماعية يعني من دياني، لكن بشكل خاص إنه أفضل يعني خزنا أوقات كتاب كايب ليلي أو مدكاود أرخوذوخ. أنا خامن مؤسسين منتدى بورتلي ثقافة فنون سريانية ب 2013. المنتدى يعني نشاطاته فعالياته من يوم المؤسس لهذه اللحظة حتى بوقت التهجير، ثواني نشاط قوي حيلي بعنكاوة، يعني سوالف فعاليات، إقامة معارض، إقامة أمسيات، إقامة ندوات ولقاءات من كلين، يعني أنا ديو جمعيات ثقافية ومنتديات ثقافية. ولحد الآن آخر نشاط ثوالي معرض الملابس الفلكلورية وجلد يعني الماثة وشولان الديك مشغلين بداثة. طبعا هاي النشاطات ديك هذا منتدى اتن تاثيرين مجتمع كان مجتمع الماثة دي لبرطلي او مثواثة خني، وتن يعني صدى خزين وشمين ناشي حيلي وخالق جو من يعني هذا من المحبة او من الانفتاح، انه مثواثا ما يثن يعني تراث، ثقافة، فنون، ما يثم مواهب، يعني هذا من دي كولي كم قادم لمنتدى وشاوق انه متسلطي اضواء لاني مثواثا ما قريبين فعاليات نشاطات ثقافية وأدبية وفنية. طبعا انه باصرنا قمن ناشي كذيلي وجمعيات ومنتديات واتحادات كذيلي، انه انا كثن وما كثن قيما انه كموجه لي دعوات وبدأ أحضر مهرجانات وأمسيات أدبية وثقافية شعرية، ومتواصل لي من عدة يعني جمعيات ثقافية، مديريات الثقافة، مدير الثقافة والفنون السريانية بعنكاوة، يعني جمعية الثقافة الكلدانية، منتدى عنكاوة. فحصل لي تواصل فالفعل أنا بشركة حيل أمسيات ومهرجانات ومستمر إن شاء الله مدة هذه دعوة أنا كمشاركة. بالنسبة للتفاعل يعني بهذا وقت إنه خزخ إنه ليس وقت التفاعل من خلال إنه كزان المهرجانات قلة الحضور، بالإضافة إلى يعني خزت إنه كتاب لي رواج، احتمال انه اذ قسم القارئ يجوز لا قارئ كتاب، قارئ لا قارئ الورقي، قارئ الانترنت، فيعني اذ نوع من لكن بالنخبه لا، اذ الناشئ مهتمين وقارئ ومتواصلين من المشهد الثقافي. طبعا انا منتمي للاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق،
وإلى اتحاد الأدباء والكتاب السريان في أربيل. الاتحادين متميزين يعني اتن نشاطات وكم شغلي واتن يعني خدمات حيلة كم مقدمين دا شعراء ودا أدباء بكل المجالات. هل خن جوان قد ماثا بروسن خقة بدراثة دوق أرى بقلاثة زمور زمرت ديوماثة أشمن دشمه قال أرن لك ثيل مياثة آخ شمة ورخموثة آخ صلوثة حكياثة غدلخن بصآلة سوتاثة القذخن ششلس الصياثة ساوي كثوي الطلنياثة لقن يشمشد نشواثا منخن بزماري تنين مليون ثياثة أبرغ برطل دهوة ليلة دحلوقي للخاثة بوشن جوان قبر قاذة هرداث يوما خاثة الدير مرحقة خورواثة وبقوه مسقماثة.